النهاردة هنتكلم عن أشهر راقصات القرن ال19 واللي اتسابق عليها كتير من الرجال، وهي بتعتبر الراقصة الوحيدة اللي خرجت من أسرة عريقة وغنية ذات جاه وسلطان، وهي الراقصة بامبا كشر أو ست الكل زي ما كانوا بيقولوا لها. لو عايزين تتعرفوا أكتر على قصة حياتها خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. اسمها بالكامل بامبا أحمد مصطفى كشر، من مواليد سنة 1860، وهي كانت راقصة استعراضية بتنتمي لأسرة ثرية، وكان ترتيبها الرابع بين إخواتها. فكان جد أبوها من أعيان مصر في القرن ال18 وهو السلطان مصطفى كشر، وكانت أمها من أعيان المماليك، وأبوها أحمد مصطفى قارئ القرآن. بعد وفاة أبوها اتجوزت أمها من المقرئ الخاص بالخديوي توفيق، وده كان السبب في انفصال بامبا كشر عن أمها مع إخواتها. فانتقلت بامبا كشر للسكن في حي الحسين، وسكنت جنب راقصة تركية اسمها سلم، وهي اللي اكتشفت موهبة بامبا كشر في الرقص، وكانت بتاخدها معاها في كل حفلاتها. وبدأت بامبا مشوارها الفني وهي عندها 14 سنة في فرقة الراقصة التركية سلم، وبعد كده انفصلت عنها وأنشأت فرقتها الخاصة وهي عندها 20 سنة لتتربع على عرش الفن لمدة 50 سنة. اشتهرت الفنانة بامبا كشر بكونها راقصة الملوك والسلاطين، وكانت بترقص وعلى راسها صينية فيها عدد من الكوبايات اللي كانت مليانة بالذهب، وكانت بتستخدم عربية بتجرها الخيول، وقدامها عدد من الرجال اللي كانوا بيغنوا لها يا بامبا كشر يا لوز مقشر. وكانت بتشترط في حفلاتها إن ما يشاركهاش أي مطربة أو راقصة تانية للحفلة اللي بتحييها، وكانت بامبا المنافسة الوحيدة لشفيقة القبطية في العصر ده. التحقت الفنانة بامبا كشر بالسينما الصامتة في أواخر حياتها، فظهرت في 3 أفلام، وهما نداء الرب سنة 1926، وليلى سنة 1927، وبنت النيل سنة 1929. وبيقال إن خلال عودة الزعيم سعد زغلول من المنفى قامت الفنانة بامبا كشر بفرش شارع الموسكي بأكمله بأفخر أنواع السجاد ترحيبا بيه وعلى نفقتها الخاصة. اتجوزت الفنانة بامبا كشر 7 مرات، ما بين أزواجها توفيق النحاس شهبندر التجار واللي أنجبت منه ولادها حسن وخديجة، وبعده اتجوزت من أحد أعيان صعيد مصر واللي أهداها 60 فدان مهر، وأخيرا اتجوزت واحد من أعيان القاهرة واللي أهداها حنطور من أوروبا منقوش عليه اسمها. وممكن تتعجبوا من مقدار جمال الفنانة بامبا كشر أو منظر حواجبها، ولكن اللي عايزاكم تعرفوه إن العصر ده كان مصر متأثرة بمقاييس الجمال اللي كانت موجودة في بلاد فارس، فكان معيار الجمال بيتمثل في الحاجبين السامكين المتصلين، وكان حريم الإمبراطور بيستعملوا مستحضرات التجميل لوصل الحاجبين ببعضهم في حالة عدم اتصالهم ببعض، وده كان من المواصفات الجمالية اللافتة في العصر ده. وأخيرا توفيت الفنانة بامبا كشر سنة 1930 وهي عندها 70 سنة، وكانت وقتها لسه بتمارس مهنة الرقص حتى وفاتها. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.